يا هديت العيد ياني. خدي يا ارتاش. ايه يا ماما، هتخلصي المحشي ده امتى بقى؟ جوعنا. الناس بترتاح في العيد، الناس بترتاح في العيد، وانا مش مبطله شغل. انا لسه عامله لهم فته الصبح. ما كل سنه كنتيش وانتم تشتري؟ طيبين، كل سنه وانتم طيبين. الاول بمناسبه العيد، عيد الاضحى المبارك، كلنا الفته كده واتبسطنا وايه ومريت لهم التانك. يعني اعمل المحشي بقى على رواق. هم طالبين مني محشي ورق عنب وكوسه وبتنجان وفلفل، ها، وممبار. يعني ورق عنب وكوسه وفلفل وبتنجان وتاني لمسه منبار. وممبار. وكل ده عايزينه في امتى؟ يعني لسه ابو شهد دلوقتي بيقول لي قدامك كده نص ساعه. ده انا لسه بقور، ده انا لسه في مرحله التقوير، في بقى لسه مرحله التسبيك، في لسه مرحله اللف، في لسه مرحله التسويه. كل ده هياخد وقت قد ايه؟ ايدكم بايدي بقى، ها؟ انوي بس انتوا ايدكم يلا. بايديا. في ناس تحشي بقى وناس تلف ونخلص على طول. تمام، احنا سوينا اللحمه. بس هو محمد هو اللي كان معطلني من الصبح، عياط 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 عياط، عايز ياكل شوكولاته. فانا هنعمل دلوقتي ارتجع تضرب لنا الفلفل ده والثوم مع الطماطم. اعملوا كده بالطريقه دي حلوه قوي. لما تيجي تسبكي اضربي الطماطم معاها فلفل، فلفل احمر فلفل اخضر، المهم الفلفل ده حلو، هيخلي المحشي بتاعك جميل كده مشطشط جميل. وعندك ايه؟ الثوم. حطيهم كده في قلب الايه، في قلب الطماطم. وانتي بتحمري البصله كده وتلاقيهم. ادعيلي ادعيلي على الريحه اللي هتشميها، ريحه المحشي والطعم واللذاذه والتكاكه. كل ده هتشوفوه في الفيديو ده دلوقتي. وروتين اول يوم العيد ومحشي مشكل. يلا بينا نقول بسم الله توكلنا على الله. واللي لسه اول مره يتابعني، لسه اول مره يشوف القناه بتاعتي، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل زر. بصوا يا جماعه، معلش يعني انا مش قادره اقف في المطبخ، مش قادره اقعد على الارض. فانا قعدتي كده مظبطه حالي، حاطه حاجات قديمه عشان ما تتبهدلش. وهنا بقى دي ميه وملح بعد ما بقور دي لسه ما اتقورتش، الموجي اللي حطيتها. بعد ما بقور البتنجان تحطيه في ميه وملح، هينزل كل الماده السوداء اللي فيه ويبقى شمع ابيض كده من جوه. برضو الكوسه نفس النظام، هتتحط في ميه وملح عشان تطريها شويه وما تبقاش نيه وانتي بتاكليها. يعني تبقى حلوه معاكي، تحسي ان هي ايه، لوز العنب معاكي كده وانتي بتاكليها. يا شهد، نعم. ثبتي الكاميرا على حاجه وتعالي ايدك بايدي. يلا. طب ازاي؟ طب ازاي؟ زي السكر في الشاي. 44 ايد. امسكي لك ممبريايه يايا واحشيها. شيها. ايوه ايوه ماشي. ايوه، انت فاهمه تاكليه بس. سيدي شغل المطاعم ده. ايه رايك؟ جميل. انا عايزه اكل بس، يعني حرام اصبري والله. بقى. الساعه 11:30. اصبري بقى، ما احنا لسه صاحيين. صح. احنا سهرنا، فطرنا الصبح انا عايزه فته، احط واحد. فطرنا الصبح فته، ونعمل أيوة. الاكل على راحتنا. لا فاهمانه. ايوه انا عارفه ان الفجر هيدن علينا. ايوه انا عارفه. واحنا لسه بنخلص احنا بقى. لسه أيوة. بنخلص. بس هتاكلي بقى ايه؟ شويه محشي مشكلين. هيطلبوه دليفري. هيتصلوا بيا ويقولوا لي اعملي لنا محشي مشكل باللي انت كنتي عاملاه. مش اي حد يعمل محشي مشكل بقى. شايفين اللحمه عاملاها ازاي؟ طبعا اللحمه مستويه اصلا، وحطيناها رصيناها في الصينيه. حولين منها بقى ايه؟ محشي البتنجان والفلفل، محشي البتنجان والكوسه والورق العنب. طبعا اللي حاشي معايا ورق العنب، ندى. اللي لفف معايا ورق العنب ندى. ريتاج هي اللي لفت معايا ايه؟ كوسه. الكوسه والبتنجان. انا عملت الممبار ده، هسويه على النار. والممبار مش هحمره علشان الزيت، انا هحطه في الفرن وهيطلع احمر وجميل وزي العسل، لوز العنب. عشان نكمل الزيت بقى يعني الزيت، الصينيه لان طبعا ونوريكم الشكل النهائي. هيبقى يعني مش هنعمله بالزيت. هو الصحي ان هو يتحط في الفرن. شغلي الشوايه عليه من فوق وقلبيه، هنوريكم احنا. وهيبقى ايه، حاجه كده فوق الوصف. هنا بقى نحط الفلفل. بصوا الفلفل انا هحشيه ازاي.
مش بقول لكم شغل ده شيفات. طبعا اهوت شايله البذر منها، هنا مفيش بذر. كان اللي هي تحميها ما تقعش يعني. هنا كده اهو، لا عشان زي حلة الرز كده لما بتغطيها الرز بيستوي اهو، دي الغطا بتاعها يا غليظين. عشان تستوي. لا فاهمانه. لا، شكلك فاهم يا نص، شكلك فاهم فعلا. شكلك فاهم. دي برضو اهي زيها. ترصيها بقى كده ايوه عشان تاخد راحتها اكتر. ايوه يا فندم، اتعلمتي. يلا وهنا اهو طبعا في جماعه هناك عمالين يلعبوا كوتشينه، خليهم هما في الكوتشينه بتاعتهم. طبعا ما كترتش في الفلفل لان محدش بيحبه لان اصلا. ابو شهد اللي بيحبه بس. انا عامله له كده اهو. يلا بينا نسقسقهم بالشوربه بقى. الله. بس انا حطينا طبعا، حطينا ليمون، طرنشات ليمون على على ورق العنب عشان العنب يبقى مزز كده. تعالوا بينا على الايه، على المطبخ. انا حاطه نعناع مع الخضره تمام، بس بردك هنحطه كده نعناع هنا عشان الريحه تبقى جميله كده. بصوا النعناع ده هحطه هنا على الممبار عشان الريحه، مع انه هو ريحته حلوه بصراحه، انا منضفاه تنظيف. حطينا ورق حطينا نعناع على الممبار عشان يبقى ريحته حلوه، مع ان انا غسلاه غسيل حلو ومنضفاه تنظيف يعني 100 بس لو عندك ريحان او نعناع حطيه على الممبار هيقضي على زفرته. مش هي يعني، هو لو حسيتي ان بيبقى ليه ريحه وكده حطي له ريحان او نعناع هيفرق معاكي كتير، ده غير التوابل بتاعتك يعني. طبعا النعناع شيء اساسي مع الخضره، مع خضره المحشي، بس بنحط كمان شويه على الوش عشان الريحه تكون اقوى كمان. هنا الشوربه غلت، الشوربه غلت. هنسقسق ايه، هنسقسق المحشي، هنشربه يعني. وبعد كده نقوم زقينه في الفرن بقى وياخد راحته. نشيل بس الحبهان ده بابريكا هنحطها كده عشان اللون يبقى طالع كده لونه ايه، فيه حمار كده. نحط لها حبه كمان. طبعا في ناس تحب الرقاق اول يوم، في ناس تحب المشاوي اول يوم، على حسب النفس ما بتطلب. هنزقهم بقى في الفرن واروح العب كوتشينه معاهم. بصوا الممبار، بصوا احمر وجميل ازاي، والله ممكن يتاكل كده ني من غير تحمير قصدي ممكن يتاكل من غير ما يتحمر. احمر وجميل وطعم قوي وريحته تحفه. ده بقى هنا في الفرن مش متحمر، في الفرن. عملت ايه، حطيت معلقه زيت على شويه فلفل اسمر وشويه بابريكا كده مع الزيت، وبالفرشه دهنته وحطيته في الفرن احسن ما تحمريه. بصوا شكله جميل ازاي. ودي الفلفل بتاعنا، كان فلفله كده على قد ابو شهد بس ورتاج. وتعالوا بقى اوريكم بقى المحشي التحفه بتاعي. ودي المحشي، جبت لك ايه انا النهارده، عملت لك ايه محشي وده عشان انت نفسك في ايه، في محشي. نفسك في محشي. بص عايزة عايزه افضيه واوريكم بقى ايه. اكل يا ماما. حاضر يا روح ماما، هتاكل يا روح قلب ماما، بس يبرد بس، انا مشغله المروحه وهتاكل. وبكده خلاص قلبنا المحشي بتاعنا كده، فضيته في صينيه تانية واوريكم بس اللحمه بتاعتنا مستويه جدا دايبه دوبان. والمحشي بتاعنا اهو، اتفضلوا معانا يا جماعه، والله يا ريت يا ريت تكونوا معانا. واللقمه كده لما بتتاكل جمعاء يبقى كده اللمه حلوه، اللمه بتفتح النفس. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس. ولقمه هنيه تكفي 100، وكل سنه وانتم طيبين.